تعالى صديقي اقول لك ازاي لو انت موجود في المانيا في فصل الخريف ازاي توصل لاعلى مراحل الروقان. كل اللي انت هتعمله ان انت هتاخد العجله بتاعتك والسماعه بتاعتك وتنزل يوم الاحد في المانيا في مدينه قديمه، علشان العمال ما يكونوش شالوا ورق الشجر اللي واقع اللي قدامكم ده، ويكون منظره كده، وتمشي وتشغل قرآن وتعلي الصوت على الاخر وتنزل تقعد في حته زي دي كده. طبعا المانيا كلها وبالذات المدن القديمه هتلاقي ده منظرها يوم الاحد. الشجر هتلاقيه ملون، ورق الشجر واقع تحت كده، وطبعا مش ملموم واقع في الشارع علشان العمال مش بيشتغلوا يوم الاحد. فلو عملت كده هتوصل لمرحله من السلام النفسي غير طبيعيه، اللي انت بص الجو بيكون ساقع شويه في الخريف مع ورق الشجر اللي انا وريتكم الوانه، وشايفين اصلا الشجر عامل ازاي، الوانه عامله ازاي. وبص مش قادر اقول لك بقى كمان لو الدنيا بتشتي بتنقط كده شويه يا رب العزه، وتعلي القرآن على الاخر وتفتح اعلى سرعه على العجله وطير يا معلم، وشوف كميه السلام النفسي والروقان اللي انت هتعيشه، وادعي لي. اشوفكم في فيديو جديد.